السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أخبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلون دائما بجديد الأخبار. قامت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك بإدلاء تصريحات صادمة ضد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد انفصالها عنه، وما زالت عملية الطلاق بينهما تتصدر العناوين الصحفية في الأسابيع الأخيرة. الثنائي دخل في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي لتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة في منزله في باريس، وهذا ما دفع عبوك لاتخاذ قرار الانفصال عنه بعد علاقة طويلة. وفي تصريحات لبرنامج تلفزيوني هاجمت عبوك طليقها حكيمي البالغ 23 عاما لدرجة تعايرها لوضعه المالي قبل أن يلتقيا. وقالت عبوك البالغة 36 عاما: نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال وكنت أكثر شهرة منه. وأضافت عبوك: الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي. وتطالب عبوك بالحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي التي تقدر بين 8 و10 ملايين يورو، بينما يعرض المغربي منحها مبلغا أقل بكثير وهو 2 مليون يورو. وبسبب هذا الخلاف رفعت عبوك دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بسوء إدارة أصول الزوجية، استنادا إلى مزاعم بأنه سجل كل ثروته وممتلكاته باسم والدته. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير.